يا اهلا بيكم. زي ما عرفنا في كتابة الملاحظات في حاجات اخلي بالي منها وانا بكتب الملاحظات. قلنا اول حاجة ان انا ما اكتبش كل حاجة المحاضر بيقولها، وفي نفس الوقت ما استخدمش الهايلايتر في كل الكلام اللي انا بكتبه، لا استخدمه حسب الاستخدام الصحيح ليه، اللي هو بس اعلم على الحاجة اللي انا فعلا محتاج ارجع لها بعد كده او الحاجة اللي انا حاسس انها مهمة. طب ازاي بقى نكتب الملاحظات بشكل يساعدنا ان احنا لما نقرا الملاحظات دي مرة تانية نستفيد بيها؟ في طبعا اكتر من نقطه ممكن تساعدنا ان احنا نوصل للشكل المثالي او يعني احسن شكل من كتابه الملاحظات. اول نقطه ان اثناء مثلا وانا في محاضره والمحاضر بيشرح كلام معين، مش لازم اكتب بقى كل الكلام بيقوله، لا اكتب العناوين. اي حاجه فيها شرح، اي حاجه، اي كتاب يبقى عباره عن عناوين فرعيه وعناوين رئيسيه. فانا احاول استخلص من الكلام اللي بيقوله المحاضر العناوين الرئيسيه، بحيث ان العنوان الرئيسي ده هو اللي اكتبه في الملاحظات بتاعتي، لان ساعتها المخ بتاعي يربط ما بين العنوان الرئيسي ده والتفاصيل بقى اللي هو كان المحاضر بيقولها. لان هيبقى عندي وقت ساعتها ان انا بعد ما اكتب العنوان الرئيسي ابقى انتبه للمحاضر واعرف ايه الكلام اللي بيتكلم فيه. عكس بقى لو انا بكتب كلمه كلمه من اللي هو بيقولها، ابقى مجرد كاني بعمل كوبي وبيست، لكن مفيش اي انتباه للحاجات اللي هو بيقولها، فبالتالي لما اجي ارجع بعد كده هلاقي نفسي مش فاكر معظم الكلام. النقطه الثانيه بقى اللي خلي بالي منها اثناء ما انا بكتب الملاحظات ورا المحاضر وفي نفس الكلام طبعا وانا بقرا من كتاب، هو ان يبقى عندي اختصارات خاصه بيا. يعني احنا عارفين مثلا لو احنا بنشتغل في شركات، بنشتغل في وظائف، بنستخدم اكيد الايميل بتاعنا بكثافه. في اختصارات معينه بتبقى معروفه بقى في نظام البيزنس ايميلز، زي ASAP مثلا، ان انا عايز الحاجه دي as soon as possible مثلا يعني. فهنعمل حاجات زي كده موضوع، او في كل حاجه انا بيبقى في مصطلحات معينه بتتكرر، فالمصطلحات دي اعمل لها انا الاختصار المناسب ليها حسب بقى الحاجه، طبيعه الحاجه اللي انا بذاكرها. بالتالي لما اجي اكتب الملاحظات هكتبها بالاختصارات دي، بحيث ان ابقى وفرت الوقت بتاعي وابقى في نفس الوقت منتبه للمحاضر، وانا لما اجي ارجع بعد كده هبقى انا فاهم الاختصارات دي. مش شرط طبعا كل الاختصارات او الاختصارات اللي انا بكتبها تكون مفهومه عند كل الناس، اهم حاجه تكون مفهومه بالنسبه لي انا. فبالتالي احنا لو خلينا بالنا من النقطتين دول، ان احنا نكتب العناوين الرئيسيه ونكتب باستخدام الاختصارات، ده هيساعدنا بشكل كبير ان احنا نكتب الملاحظات بشكل فعال، ولما نيجي نرجع لها بعد كده هنقدر نفتكر الملاحظات دي كانت بتتكلم عن ايه.